الحلقة الأولى عن المحبة. أهلاً بيكم يا صحابي في حلقة جديدة. أنا عارف إني أكيد بتحب صاحبك قوي قوي، ولو احتاجك هتبقى واقف جنبه. لكن يا ترى الولد اللي في الفصل التاني اللي ما تعرفوش لو احتاجك يا ترى هتساعده ولا هتسيبه وتمشي عشان غريب عنك وما تعرفوش؟ تعالوا نشوف صاحبنا يوسف عمل إيه في الموقف ده. وزي ما شفنا صديقنا يوسف لما روح وساعد الولد الغريب عنه ده، لأن صديقنا يوسف كان سمع قصة السامري الصالح. يلا بينا نسمعها ونتعلمها من الكتاب المقدس. الدرس الأول: المحبة، قصة السامري الصالح. تعالوا نتعلم قصة جميلة من الكتاب المقدس. في يوم من الأيام جه راجل يسأل الرب يسوع: أعمل إيه علشان أروح السما؟ الرب يسوع قال له: تحب ربنا من كل قلبك، وكمان تحب قريبك زي نفسك. الراجل سأله: ومين هو قريبي؟ فالرب يسوع حكى له الحكاية دي. كان في إنسان نازل من أورشليم لأريحة، طلعوا عليه حرامية، عروه وجرحوه وسابوه بين الحياة والموت. مر عليه كاهن، بص عليه من بعيد ومشي وسابه. مر عليه لاوي، قرب كده وبعد ما شافه سابه ومشي. لكن كان في راجل طيب من بلد اسمها السامرة. الراجل السامري ده أول ما شافه جري عليه وابتدى يطبطب عليه ويربط جروحه ويحط عليها علاج. شاله وركبه على حمارته ومشي بيه لحد الفندق، وطلب من صاحب الفندق يراعيه ودفع له كل الفلوس. يسوع سأل: تفتكر مين في التلاتة دول نقدر نقول عليه قريبه؟ الكاهن ولا اللاوي ولا السامري؟ الراجل قال له: اللي عمل معاه رحمة هو ده قريبه. يسوع رد وقال: انت كمان اعمل رحمة زيه. الرب يسوع كان بيحكي القصة دي علشان يعلمنا المحبة، نحب اخواتنا، نحب الناس اللي نعرفهم، وكمان نحب الناس اللي ما نعرفهمش، نقدم ليهم كل الحب زي السامري الصالح اللي قدم كل الحب لراجل ما يعرفوش، وما كنش زي الناس اللي بصت عليه وسابته ومشيت. تعالوا نحفظ آية النهاردة: الله محبة. رسالة يوحنا الأولى أصحاح 4 وعدد 8. الله محبة. يوحنا الأولى 4:8.